بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع طلبة الصف الخامس في درس النهاردة محيط الدائرة. ازاي نحسب محيط الدائرة؟ بنحسب الدائرة من خلال قانون محيط الدائرة بيساوي باي في طول القطر أو 2 باي نق. هستخدم القانون ده إذا علمت في المسألة طول قطر الدائرة اللي أنا عايز أحسب محيطها، وهستخدم القانون ده إذا حبيت أو إذا علمت نصف قطر الدائرة اللي أنا هحسب محيطها. القانون ده هو نفس القانون ده، باي هي باي، طول القطر هو 2 نق. العملية الحسابية اللي أنا بعملها عملية ضرب، يبقى أنا هضرب باي في طول القطر. باي عندي في المسألة ممكن تجيلي بقيمة من 2، يا إما بقيمة الكسر العادي اللي هي 22/7، أو بقيمة 3.14. أنا عندي دائرة عايز أحسب محيطها. الدائرة زي ما احنا شايفين كده، هو راسم لي طول قطرها وكاتب لي 14 سنتيمتر، يبقى هنا طول القطر بتاعي 14 سنتيمتر. باي هنا بتساوي تقريبا 22/7. طيب أنا عايز أحسب محيط الدائرة، يبقى أنا هطبق القانون الأول إن محيط الدائرة يساوي باي في طول القطر أو طول القطر في باي. باي هنا مداني 22/7 في طول القطر بتاعي 14 سنتيمتر. هختصر ال 14 على 7 في 2 في 22 ب44. الوحدة هنا سنتيمتر، طبعا مش هعمل مربع لأنها مش مساحة. محيط الدائرة يبقى وحدة عادية. ده بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة التانية زيها بالظبط، احسب محيط الدائرة اللي طول قطرها 6 سنتيمتر، بس المرة دي الباي ب3.14. هستخدم نفس القانون، محيط الدائرة يساوي باي في طول القطر. باي عندي المرة دي 3.14، هضربها في طول القطر اللي هو 6. 4 في 6 24، 402، 1 في 6 ب6 و2 8، 3 في 6 ب18، والعلامة بعد رقمين هحطها، والوحدة بتاعتي سنتيمتر. المسألة التالتة، احسب محيط الدائرة التي طول نصف قطرها. المرة دي مديني نصف القطر 5 سنتيمتر وباي ب3.14. يبقى أنا هنا لما أحل هقول له هنا محيط الدائرة يساوي، ممكن أعملها بشكلين، يا إما الأول أحسب طول القطر من خلال نصف القطر. نصف القطر 5 سنتي، يبقى طول القطر 5 في 2 ب10 سنتي، أو إن أنا أطبق قانون 2 باي نق. 2 زي ما هي، باي عندي هنا ب3.14، ونص القطر هنا عندي 5 سنتيمتر. هضرب الاتنين في 5 ب10، 3.14 تنضرب في 10 يطلع لي 314، والعلامة بعد رقم يبقى 31 صحيح و4 سنتيمتر. ضرب في 10 يحرك العلامة عشرية يمين، رقم 1. طيب هنا دائرة طول نصف قطرها 4 سنتيمتر، عايز محيطها بيساوي نقط باي. هنا عايز الناتج بدلالة الباي، يعني الباي هنا مش هعوض عنها لا ب22/7 ولا ب3.14، انما لما اطبق قانوني هسيب الباي زي ما هي، يبقى انا بس هعوض عن طول القطر. طيب هو نص القطر هنا 4، يبقى طول القطر هنا 8، يبقى انا بس هكتب على النقط هنا 8 باي. دي نقطة اكمل تتكرر كتير جدا في الامتحانات، ممكن تلخبطنا. ان انا هنا ممكن ان انا يبقى مطلوب مني ان انا اعوض عن الباي ب22/7 و3.14%، وممكن ان انا يبقى عايز الناتج او عايز المحيط بدلاله الباي. يبقى انا هسيب الباي زي ما هي، مش هعوض عنها، انما هعوض عن طول القطر. هو مديني نص القطر 4، يبقى طول القطر بتاعي 8، هضرب ال8 في باي يديني 8 باي سنتيمتر. بعد كده هاخد عكس القانون. انا عندي هنا في المسألة السابقة كان بيديني طول القطر او نص القطر ويطلب المحيط. المرة دي لا، هيديني المحيط وهيطلب هو طول القطر او طول نصف القطر. كده هيديني باي في المسألة بتاعتي. طيب هنا بيقول لي دائرة محيطها 88 سنتيمتر، باي ب22/7، عايز هنا طول القطر او عايز طول نصف القطر. طيب هنا لما احل يبقى انا هعكس القانون بتاعي بيقول ان طول القطر بيساوي المحيط مقسوم على باي. يبقى القانون هنا انا الاساسي محيط الدائره بيساوي طول القطر في باي، لما اعكسه يبقى طول القطر بيساوي المحيط على باي. المحيط مديوني 88 على باي عندي ب22/7، يبقى هنا 88. وزي ما اتفقنا في الترم الاول ان لما باجي اقسم على كسر بحول القسمه الى ضرب، العادي المقسوم زي ما هو والمقسوم عليه بقلبه، ف22/7 تبقى 7/22، وهستبدل القسمه بالضرب. هنا هختصر 88 على 22 في 4، 4 في 7 ب28 سنتيمتر. ده طول القطر. طب لو عايز نص القطر، نص القطر هيساوي طول القطر مقسوم على 2، يبقى 28 هقسمها على 2 يطلع 14 سنتيمتر. ودي المسألة رقم 5.
نروح على المسألة رقم 6. مسألة مشهورة جدا. بيديني الشكل اللي قدامي ده وبيطلب هو حساب محيط الشكل. طيب انا لما اجي احسب محيط اي شكل يبقى انا عايز الخطوط اللي بتحيط بالشكل اللي هي اللي بره دي كلها اعرف طول كل خط قد ايه، وبالتالي اجمعهم يطلع لي محيط الشكل. القطعة المستقيمة ما فيهاش مشكلة، بيبقى اطولها معلومة او محددة في الرسم. هنا 20 متر وهنا برضه هتبقى الضلع المقابل ده 20 متر. طيب انما هنا اللي انا هحسبه اللي هي الاقواس اللي انت شايفها دي. طيب الاقواس اللي موجودة عندي هنا ده قوس عبارة عن نصف دائرة، وده برضه قوس عبارة عن نصف دائرة. انا عايز اعرف طول نص القطر ده كام، طول نص القطر، طول نص الدايره ده كام، وده نصف محيط الدايره ده كام، وده علشان اقدر ان انا اجمعهم مع ال20 وال20 متر. طيب ال28 دي دورها ايه في المساله؟ 28 دي عباره عن قطر الدائره اللي هو مرسم لي هنا نصها. يبقى 28 دي مش هحسب، مش هتدخل جوه حساب المحيط. يبقى 28 دي مش الضلع ده مش موجود ضمن الاضلاع اللي انا هحسبها من داخل المحيط، انما هو مديهوني عشان اقدر احسب طول نصف الدائره ده كام، او نصف محيط الدائره ده كام، وطول نصف محيط الدائره ده كام. يبقى لما اجي احسب انا عشان احسب محيط الدائره ده يبقى انا عايز طول الخط ده وطول الخط ده وطول الخط ده وطول الخط ده. طيب طول الخط ده 20 متر والخط ده 20 متر. طيب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن نصف محيط دايره، وده عباره برضه عن نصف محيط دايره. يبقى انا في الحاله دي لازم الاول احسب نصف محيط الدايره اللي على اليمين، نصف محيط الدايره اللي على الشمال. طبعا نص المحيط ده ونص المحيط ده بيعملوا الاثنين مع بعض محيط دايره. يبقى لما اجي احسب هعمل هنا خطوتين. الخطوه الاولى هحسب محيط الدايره. لما احسب هنا محيط الدايره يبقى انا كده حسبت طول نصف محيط الدايره اللي على اليمين ده نصف محيط الدايره اللي على الشمال. طيب محيط الدايره بيساوي باي في طول القطر. الباي هنا ب22/7، وطول القطر اللي هو قاسم الدايره نصين ده اللي هو 28 متر. هقسم 28/7 فيها الأربعة، 4 في 22 ب88 متر. هنا بقى محيط الشكل هجمع بقى الأطوال دي. يبقى هجمع أطوال الخطوط اللي بتحيط بالشكل من الخارج. يبقى الضلع ده 20 والضلع ده 20، يبقى نقول له 20 زائد 20 اللي هي 40، زائد القوس ده والقوس ده اللي هو نص محيط دايرة، وهنا نص محيط دايرة يعني محيط دايرة اللي أنا حسبته اللي هو 88 مرة واحدة. هنا هجمع يطلع لي هنا 8 في 12 متر، يبقى 128 متر. نفس المسألة عبارة عن خطين المرة دي، عبارة عن قوس عبارة عن نصف دائرة، وعندي هنا طول القطر. طيب أنا عايز أحسب هنا محيط الشكل، برضه هعمل خطوتين. هحسب القوس ده طوله قد إيه، وهحسب الضلع ده طوله قد إيه، وأجمعهم مع بعض. طيب القوس ده طوله قد إيه؟ ده نصف محيط الدائرة. طيب نصف محيط الدائرة بيساوي باي في نص القطر. أنا محيط الدائرة كله عندي بيساوي باي في طول القطر. طب لو عايز نص المحيط بس يبقى اضرب باي في نصف القطر. باي عندي هنا ب22/7 في طول القطر عندي هنا اللي هو او 70 اللي هو ألف باء. انا عندي طول القطر هيبقى من ألف لميم اللي هو يبقى عندي 35 سنتيمتر، لان عندي هنا ألف باء ده القطر كله 70 سنتي. يبقى نص القطر هنا 70 على 2 فيها 35 سنتي. 35/7 فيها 5، 5 في 22 ب110 سنتيمتر. طيب عايز انا بقى محيط الشكل، يبقى اجمع طول القوس ده اللي هو 110 زائد طول القطر ده اللي هو 70 سنتي، يطلع لي 180 سنتيمتر. اخر مسألة معايا بتتكلم عن عجلة. العجلة ديت بتتحرك على طريق. طيب العجلة دي الدراجة، العجلة بتاعتها طبعا عارفين هي بتبقى دائرية، فبقول لي هنا اذا كان طول قطر عجلة الدراجة 50 سنتيمتر. عايز حاجتين، رقم واحد عايز المسافة اللي بتقطعها الدراجة إذا دارت دورة كاملة. طيب أنا عندي ده الطريق بتاعي، وعندي هنا عجلة، والعجلة ديت هتبدأ تتحرك عشان تدور دورة كاملة. عشان تدور دورة كاملة يبقى تقطع مسافة. المسافة دي من أول النقطة دي للنقطة دي بنسميها احنا المسافة اللي قطعتها الدراجة أو اللي عملتها الدراجة لما دارت دورة كاملة. المسافة ديت بالظبط بتبقى على قد محيط العجلة الدراجة. يبقى المسافة اللي ما بين بداية الحركة ونهايتها لما عملنا دورة كاملة، يبقى المسافة ديت بنسميها احنا المسافة اللي قطعتها الدراجة إذا دارت دورة كاملة. حسابيا بقى المسافة دي قد إيه؟ قد محيط عجلة الدراجة بالظبط. يبقى لو عايز عن المطلوب الأول المسافة التي تقطعها الدراجة إذا دارت دورة كاملة، يبقى المطلوب دهوت يبقى المسافة التي تقطعها الدراجة إذا دارت
إذا دارت دورة كاملة هيساوي باي في طول القطر. باي هنا ب50، طول القطر هنا باي هنا ب3.14، طول القطر هنا هيبقى ال50 سنتي اللي هو طول قطر العجلة بتاعتي. هضرب الكلام ده، طبعا الصفر هيحرك العلامة رقم، واضرب 314 في 5، 4 في 5 ب20، صفر معايا الاتنين، 1 في 5 ب5 و2 7، 3 في 5 ب15، علامة بعد رقم، يبقى 157 سنتي متر. طيب دي المسافة اللي هتقطعها الدراجة إذا دارت دورة كاملة، ده المطلوب الأول. طيب المطلوب التاني بقى، طب لو هي اتحركت 1200 دورة، يبقى طبعا المسافة هنا هتزيد، يبقى دي كده دورة واحدة بس. طب لو مشت بقى كمان دورة واثنين وثلاثة وأربعة لحد 1200، يبقى طبعا هتاخد مسافة أكبر. يبقى المسافة التي تقطع الدراجة إذا دارت 1200 دورة، يبقى هيساوي المسافة اللي بتقطعها في دورة واحدة اللي هي 157 سنتي، هنضربها في 1200 دورة. بس عايز المسافة دي بالأمتار، طبعا ال 157 دي بالسنتي عشان أحولها إلى متر، يبقى أنا هقسم على 100. لما أقسم على 100 الصفرين هيروحوا مع الصفرين، ويبقى عندي هنا ناتج 157 في 12. 157 في 12، 2 في 7 14، 4 معايا 1، 2 في 5 ب10، 1 11، 1 معايا 1، 2 في 1 ب2، 1 يبقى 3، وهنا عندي صفر، هنا 7، هنا 5، هنا 1، يبقى الناتج يبقى 4 8 8 1 متر. وكده انتهى درس حساب محيط الدائرة.